alright, alright, alright. Okay, okay. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا مشاهدينا؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايبه لكم الحل السحري ونهائي للزقه البوتاجاز بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. انا شلتها بس عشان اكسب وقت، وبعد كده البوتاجاز هنا اهوت مكان بقى الحاجات اللي باقيه دي بتاعتك. هو طلع معايا لما تسخنيه، يعني انت لو سخنت الازاز هيطلع معاكي الورق بسهوله على فكره. لكن انت مثلا ما انتش عارفه وسخنت مثلا المفروض البواقي بالشكل ده كده، عندك استشوار برضه هينفع. ما عندكيش استشوار بقى وعندك بواقي، ده الحل السحري النهائي. مفيش 5 دقايق بالظبط اللي هو معانا الباور ده رائع 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 بصراحه. يعني هنرش رشه كده وهسيبه 5 دقايق، وهاجي بليفة المواعين اللي هو السلك الخشنه دي، بس هحط عليها اي حاجه عشان ايديا طبعا. كده على الخفيف، وهنبدا نمسك البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده على الخفيف خالص. يعني انا ما بضغطش، بس صوت السلك هو اللي خشن. بس نخلي بالنا ان لو في قطعه من الستيكر نفسه اللي هي القطعه الخارجيه اللي هي بتلمع دي مش هتطلع معانا. لازم نشيل القطعه اللي هي الخارجيه. انا بقول على البواقي اللزق والحاجات دي، لان القطعه الخارجيه اللي هي بتلمع دي بتبقى عامله عازل، فما بتوصلش اساسا الباور، ما بيشيلش معاها خالص. كل البواقي بتطلع في القماشه معانا اللون اهو. بعد كده ابدا اجيب قماشه وامسح كل اللي انا عملته واللي انا غسلته بالسلكه بصراحه في ثانيه، والازاز بقى معايا زي الفل اهو. مش عارفه ظاهره ولا ايه الالوان. ونضف اي حاجه واي بقايا على الازاز. ابدا بقى ألمعه تلميعه كمان كده، اشطف القماشه والمعه تلميعه تانية ونرجع مع بعض. عايزه تعملي فويل، انا جبت ورقه تانية وهفرشه، لان زي ما قلنا بسهوله جدا والله ما خدش حاجه خالص. لمعناه وظبطناه بصراحه، هي بتدي منظر حلو الورقه، وكمان بتسهل في المسح شويه عن الازاز. هناخد بقى نظبط كده المقاسات بتاعتنا. هلم بس الاول الورق اللي هو القديم